بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعين أحمد شرغوش، أهلا وسهلا بيكم من الحلقة رقم 4 ولا 5. شوفوا انتوا بقى واكتبوا لي في التعليقات للي متابعين الحلقة دي رقم 4 ولا رقم 5. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا بنتعلم من بعض، وكلمة نتعلم من بعض دي ما بقولهاش كده مجاملة، لا ولا دباجة، هي بتقال لان فعلا في تخصصك حضرتك بتفيدني، وفي تخصصي حضرتك بتفيدني، وبرضه في تخصصي بنتعلم من بعض حتى لو حضرتك ناقصك المعلومة، لان سؤالك للمعلومة واجابتي عليه للجميع بنستفاد كلنا من بعض. جالي سؤال مهم عجبني، وهي الفكرة لما بتعجبني لازم اصيغها في قالب كلنا نستفاد منه. يا عم احمد، على طول حضرتك بتقول بتاع كله، ينفع مكنه اجيبها اعمل بيها كاستنج وتسقيط اثر وتسقيط غرق وجميع شغل الشط؟ الاجابه ما تنفعش باه وما تنفعش بلا. السؤال حويط جدا ومهم جدا، والاجابه فيه حساسه، وعايزين نعرفه مع بعضنا الصح ايه. حلقه النهارده مع بياع الطيب. طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركز كويس في الفيديو ده لأن أنا ما بعملش إعلان ولا دعاية لنوع مكنة. المكن ده محطوط بس اللي أنا بشتغل فيه عشان أفهمك وأشرح لك عليه. يعني جميع الإمكانيات والشرح اللي هقوله هنا في أي نوع تاني ينطبق عليه طالما طبقت اللي أنا هقوله. إحنا أساسنا تعليم أساسا، وليس دعاية لمنتج معين، ده بيبقى في السهرة وبيع شغلي. الثلاث مكانات دول بيشتغلوا كاستنج، ويشتغلوا تشويح وتسقيط اثر وغرق، ودي كذلك هتشتغل تحل نيابة عن دول. طب نشرحه الاول عشان نفهم. الشاطئ بيحتاج مكنة كبيرة لانها بتاخد شعر كتير نايلون او بريد كتير مقاس خفيف نرمي بيه مسافات بعيدة. التسقيط في الأثر والغرق كذلك بيحتاج نايلون كتير ومكنة دراج عالي لأن في غلطات، وممكن نعمل بيها جر خفيف فتبقى محتاجة يكون دراجها عالي عشان نستقبل بيها سمك تقيل وبننزل بيها في الغزير. فسواء حطينا بريد أو نايلون لازم يكون الكابستي أي الاستيعاب بتاع المكنة معدي أصلا ال 200 متر، سواء حضرتك حطيت نايلون بمختلف مقاساته أو حطيت بريد بمختلف مقاساته. مكن التشويح طبيعة لازم يبقى دراجه عالي. ليه؟ لأن أنت ممكن بعد التشويح ترقد، تشتغل على مياس، تشميط، تسليك، تشتغل طقوم حية من بره، وكذلك مكن التسقيط. الاتنين كده تساووا إن حجمهم بيبقى كبير. في تشويح خفيف ممكن مكنة صغيرة ما علينا منه، إنما التشويح الأساسي مسافات بعيدة وتسقيط الأثر والغرق كلنا بنجيبه مكنة كبيرة. المكنة الكبيرة ليها جريشور وليها دراج وليها بيانات ومواصفات. ممكن تكون انتي ريفيرس، ممكن ما تكونش انتي ريفيرس. الانتي ريفيرس افضل لانها دراجها بيبقى افضل وقوتها افضل، لان المكن انواع. مكن رجعه عادي بيفضل يرجع ويروح معاك بيبقى على سلكة، وده المكن الشعبي. مكن انتي ريفيرس ده المكن اللي بيتعمل بيه جر خفيف، كاستنج، تسقيط اثر، تسقيط غرق، والترا جيج ولايت جيج. نيجي للمكن الموديل الاعلى بيبقى وان واي، وفي ناس بتخلط بين الوان واي والانتي ريفيرس، دول ما لهمش علاقه ببعض تماما. الوان واي يعني ما فيهاش راجع من اصله، ما فيهاش زرار راجع. الانتي ريفيرس فيها زرار راجع ولكن الرجوع من السوجر تيجي ترجع يقف في المكنه مكانها. يعني لو مسكنا المكنه دي بخلاف نوعها ايه وبنعمل كده وبنرجع، لو قفلت كده الانتي ريفيرس واجي ارجع هقف مكاني، ده كده انتي ريفيرس ويدل على ان المكنه دراج عالي يتعمل بيها كاستنج ويتعمل بيها شغل متقلات. لو مسكت المكنه دي كده وجيت ارجع وقفلت الراجع بتاعها هلاقي في سنه بوش، دي كده مش انتي ريفيرس. الوان واي مفيش زرار راجع اصلا، بتبقى مكنه جيج صريحه مفيش فرصه للرجوع، بتتعامل مع اسماك تقيله بدراج عالي.
عشان اعمل كاستنج، عود الكاستنج بيبقى خفيف، فلازم العده كلها تبقى خفيفه، لان طول النهار بحدف والم بحدف والم الى ان اصادف السمكه، فبعمل مجهود كتير بالعده، فلازم العده تبقى خفيفه لتخفيف الحمل على دراعنا. زمان كنا بنعمله كاستنج بعيدان تقيله، ولكن الوسائل الحديثه سهلت على حضرتك كل ده، زي الاوبشن اللي بنجيبه في التليفون، تليفونات عاليه واوبشن عالي، هي دي العده الحديثه. طيب منين بقى هجيب مكنه 10000 اسقط بيها غرق، احطها على عود كاستنج 10 جرام 30 جرام؟ كده مفيش توازن، بالادق وبالمسمى العلمي باظت المنظومه. عده الكاست بتبقى خفيفه، حتى البريد بيبقى خفيف ومتناسب مع الليدر عشان يحدف اللور اللي هو وزنه بيبدا معانا من 12 جرام 13 جرام لغايه مثلا 10 جرام 30 جرام 40 جرام، وفي اوزان تقيله، بس كلها في الاخر جرامات. فلازم العده تبقى خفيفه عشان تودي الهدف لمكانه، وكمان تبقى عافيه عشان تستقبل السمك. يبقى مكنه الكاستنج تتراوح حجمها ما بين 3000، ودي انا ما بحبذهاش مع ان المحترفين بيشتغلوا بيها ساعات لسبب، لان لو حضرتك جبت مكنه 3000 مش هتاخد كابستي عالي، وناس كتير بتحصل معاها المشكله دي، واسالوا رؤس المراكب اللي بيطلعوا كاستنج بيتضرب وهو ماشي بيجر جره خفيف بسمكه، سمكه تقيله بتفتح الدراج بتصرخ منك، البريد اللي معاك بيخلص. وحصلت كتير، حاجه من الاتنين، يا ريس المركب بيكمل وانت بتقطع، يا اما بيطلع محترف وعنده ضمير وبيلف يروح يستقبل السمكه تاني، ودي بتحصل اوقات واوقات لا، وبيجي لي تليفونات عليها. احمد انت عمال تتكلم بسرعه وعايزين نركز شويه معاك. لغايه دلوقتي فهمت؟ عيد الفيديو تاني وما تجريش منه عشان تستقبل مني الفيديو دسم بمعلومات هتطلع منها بروفيشنال، يعني محترف. برضو يا عم احمد ما فتناش، كده عرفنا مكن الكاستنج وكده عرفنا مكن التشويح والتسقيط. برضو عايز اجيب مكنه اعمل بيها كله، ينفع؟ ينفع ان شاء الله بالشروط اللي انا هقولها لك. طالما مكنه التسقيط عايزه يتحط عليها امطار معينه سواء ببريد ونايلون، ويكون دراجها عالي ويكون قويه وتكون بتحمل. مكن الكاستنج بتبقى صغننه عشان يبقى وزنها خفيف وتبقى المنظومه سليمه وعليها برضو امطار معينه، ولكن مش قد امطار التسقيط. يبقى حضرتك لو عايز تجيب مكنه شامله لكل ده ينفع، مش ما ينفعش، ولكن له اسس هقول لحضرتك عليها. لما طلعت لك المكنه الاولى وقلت لك دي للكاستنج، انا عايز بس ازود معلومه دلوقتي، اللي قلت لك اللي بيجيب 3000 لا يبقى هات 4 أو 5 عشان يبقى معاك مساحه لو سمكه صرخت بيك ما تضيعش منك السمكه، لان مش شرط اساسي كل ما ريس مركب هيلف ويروح على السمكه ويضيع وقت، لان ده برضه وقت وبنزين، وفي ناس معاك تانيه عايزه تشتغل، عشان نبقوا في الانصاف. دي المعلومه بس قبل ما تتوه مني. دي مكنه الكاستنج سواء 4000 او 3000 او 5000، صح؟ طيب ودي مكنه التشويح والتسقيط اللي هي 8000، صح؟ دي لا ينفع احطها على عود كاستنج ولا دي ينفع احط عليها بريد وانزل بيها في الغرق، مهما كانت قويه هتبقى متعبه سن. يبقى انا بجيب مكنه متوسطه اللي هي 5000 6000 7000، ينفع اعمل بيها كاستنج؟ ينفع وحسبتها. اوزن المكنه دي واوزن دي، لو زادت 50 جرام او 60 جرام مش هتبوظ المنظومه، ولكن هيبقى في كابستي اعلى. يعني المكنه دي لو حطيت عليها 200 متر بريد 20 كده هقدر اشوح بيه، سواء كان 8 فتله او 4 فتله، ولو 8 فتله يحبس كده هقدر اشوح بيه جميع شغل الشاطئ. ولو طلعت الماكس معايا بريد يشيلني 200 متر، ولو طلعت كاستنج المكنه ميزانها عن ميزان المكنه الكاستنج دي مع فرق الحجم 50 جرام 60 جرام، فمش هتفرق معانا، بالعكس دي هيبقى الجريشور بتاعها موسع اكتر والدراج بتاعها مديني اكتر. يبقى العبره بامكانيات المكنه اللي انا شغلتها على الثلاثه، بس ما اروحش اجيب مكنه زي دي وما يبقاش فيها المقومات بتاعت دي. وصلت المعلومه؟ هجيب نفس الامكانيات بمكنه حجم اكبر شويه وهعمل بيها كله. طيب نحط بريد 25 ما ينفعش. هتقصت انت ببريد 25 مللي؟ لو هتسقط بس حط 25 مللي. وصلت المعلومه؟
نكمل برضه بقيه المعلومات. طب ليه يا عم احمد انت بتوصف لنا ده وبتشرح لنا ده وبتكركب دماغنا بالبيانات دي كلها؟ هقول لك ليه. في بني ادم ربنا رزقه من وسع، وربنا قال كده كلنا مش على نعم واحده ومتساويه. ففي بني ادم ما عندوش مقدره انه يجيب عده واثنين وثلاثه، في بني ادم ربنا فتح عليه بيشتري عده كاستن وعده الترا جيج وعده بوبينج وعده جيج. طيب في انسان تاني مش قادر يصرف على الهوايه كل ده، يبقى احنا مطلوب مننا ان نوفر لك ده في حل صح، مش هوفر لك ده في حل يضرك. الحل اللي انا بقوله لك ده هيلم الليله دي كلها في مكنه، وممكن عود تقصت بيه وتسقط بيه اثر وغلق، ينفع برضه في الاعواد ينفع. وبنزل اعواد بكده وببيع اعواد وبكتب على المنشور تسقيط اثر تسقيط غرق كاستنج شاطئ كاستنج مكن. ازاي يا عم احمد؟ هقول لك ازاي. طالما قدراته وبياناته واختباراته اهلته وساعدته انه يوصل لكده، يبقى هو كده. اشرحها لنا بالبلدي. لو جبت عود عملت عليه اختبار ما بيتعملش الاعواد بولوفات، او في اعواد بيدفع فيها فلوس ما اتعملهاش الاختبار ده اختبار التحميل، واختبرته في الحتف انه هيرمي الرول. ما هو عود الكاستنج له مواصفات: وزن، مرونه في الحتف عشان يحدف اللور الضعيف، قوه في الاختبار. عملت له الثلاث مهارات دول ونجح فيهم وسعره كان كويس، ما يشتغلش ليه؟ وصلت المعلومه؟ طبعا انا مش هقدر في حجم الوقت والمعلومات دي كلها ان يبقى الفيديو شامل كامل قدر الامكان، ولكن انا اتشرفت بيكم، ويا رب الحلقه دي تكون فادت الناس، وبقيت الافاده ان شاء الله استفاد منكم، ولو عندي معلومه هقولها لكم في التعليقات. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله من حدوته صياد. نقول بياع الطيب. طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.